السلام عليكم ورحمة الله. اخواني، اليوم نتحدث عن موضوع مهم، آخر التطورات بخصوص الشأن العراقي. ونبدي بهذا الحديث بداية مبارك للجيش العراقي ذكرى تأسيسه اللي كانت قبل يومين، ونهدي لهم هاي الصورة الحلوة. والرسالة للحكومة العراقية أيضا، نحب أن نقول للحكومة العراقية إنه الموضوع جدا خطر، والموضوع بعد ما بي شقة مثل ما يقولون. مو قضية إنه ترامب راح يستلم يوم 20 بالشهر، لكن هذا برنامج وهاي خطة محطوطة من فترة طويلة، والأحداث اللي حدثت في غزة وبعدها في لبنان وبعدها التغيير في سوريا وأيضا في اليمن وأيضا في العراق. هاي سياسة، والسياسة هاي عندهم برنامج، ولازم هذا البرنامج يتحقق وتنتهي أذرع إيران ويتغير النظام الإيراني. احنا علينا بالعراق، ما لنا علاقة بإيران. إيران إلى جهنم وبئس المصير. تريد علاقات حسن جوار حالها حال الدول المجاورة، مثل تركيا ومثل الأردن، مثل الكويت، مثل سوريا، أهلا وسهلا. لكن تريد الظل منهاجها أنه تتوسع وتشغل ولد الخايبة العراقيين تحت أمرتها وتوجههم من ما يردون. هذا السبب بسبب بعض اللي مؤمن بالمشروع الإيراني. احنا يعني ما يصير دولة لو هي تسيطر عليها إيران لو نتحارب ويا إيران. يعني إذا قلنا إنه في زمن الحرب العراقية الإيرانية نقدر نقول إنه صدام حسين الله يرحمه وقف إيران طول الفترة مال الحكم مالته، ما خلاها تتوسع بهاي الدول. البعض يقول لا، إيران جار وإيران مسلمة. أوكي، مسلمة، خلي تحافظ على حدودها وما تتدخل بالشأن في الدول العربية مثل سوريا، لبنان، العراق، اليمن، مثل باقي الدول. باقي الدول هم ما تتدخل، ما عندنا أي إشكال. سوي علاقات حسن جوار مع إيران وعلاقات قوية حالها حال الدول الأخرى. أخي، رسالة واضحة على الحكومة العراقية: حل الميليشيات والفصائل. يعني أنت هذول شو يردون يسوون إذا اتخذ قرار إنه راح ينضربون؟ عندك شيء تضرب به إسرائيل؟ عندك شيء توقع الطيارات الأمريكية والدرون اللي تفتر؟ ما عندك هاي الإمكانيات. وليش أنت الوحيد تطلع من القاعدة الموجودة بالمنطقة اللي هي شنو؟ كل الدول راح تمشي بهذا المسار شرق أوسط جديد، ما لك علاقة بإيران. وشنو المشكلة إذا انحلت هاي الفصائل؟ مو أنتوا الحكومة بيديكم، ليش تضيعون ما تم اللي هو القليل؟ المجسرات والحرية اللي شفناها، بعض الحرية هم نقدر نقول، لكن أغلب العراقيين مهجرين بالخارج، وأي شخص يحكي ما يقدر يحكي. رأسا يقول له لا، أوكي تعال ارجع لبغداد. هو شنو ارجع لبغداد؟ يعني أنت ارجع لبغداد ونعلمك راح يجيكم لبغداد. الزيارة الأخيرة للسيد محمد شياع السوداني إلى إيران كانت هاي الفرصة الأخيرة. قبلها زار السعودية، المملكة العربية السعودية، هي الوحيدة اللي تفتح مجال
لمحمد شياع السوداني وللحكومة العراقية. بعدها صار بعد الزيارة انخلقت هاي الزوبعة مال الطوبة ومال تصريحات الكابتن يونس حتى يصير إشكال بين الشعب العراقي والشعب السعودي بالتواصل الاجتماعي والمواقع. هاي الأمور كلها يعني حتى الطفل يفهمها شنو الغاية منها. الغاية منها إنه إيران من تشوف الحديدة حارة تبدي تهدد دول الخليج. بيش تهددهم؟ بعد ماكو نصر الله يطلع يخطب وانتو قاعدين بعمارات زجاجية أو عمارات ناطحة للسحاب يهدد الإمارات سابقا كان. الآن بس العراق بقى، لأنه اليمن هم ما تقدر تسوي شيء، محصورين بالجبل تحت الأنفاق. بس العراق تعال، العراق حاليا الفصاعد صار لها فترة مدى تضرب، طلعت من المعادلة، لكن مو هذا الحل. الحل ده يقول لك 1 زائد 1 2، حلهن والسلاح يكون بيد الجيش العراقي فقط، هو يحفظ الأمان والقرار السيادي يكون بيد القيادة اللي تم انتخابها. زين انتم تم انتخابكم، مو تقولون الانتخابات انتخبوكم بعد على ويش الفصائل. يعني هل يعقل انه جرف الصخر من 2003 مسيطرة عليها كتائب حزب الله العراق ما تطلع الا هسه وتترك جزء معين منها حتى اهل المنطقة يرجعون؟ يعني الا اذا جاكم تهديد من الخارج، ابن الوطن ما من حقه ترجعوا ارضه الا يجيكم تهديد من الخارج. مع الاسف عليكم. فاخوان، الزيارة الاخيرة اللي قام بها محمد شياع السوداني فشلت باقناع ايران ان تأثر على الفصائل، بل بالعكس تصريحات المرشد اللي هسه انا راح احطها، الصور اللي حسب ما نزلت في تويتر سابقا اكس حاليا، انه بالعكس قووا الحشد وكبروا للحشد وعززوه بالقوة. ثاني شيء يعتبر التواجد الامريكي احتلال ولا بد من مقاومته. زين يابا، احنا عندنا مرجع، اخواننا الشيعة يؤمنون بهذا المرجع، السيد علي السيستاني. ليش السيد علي السيستاني ما قادر يقول يابا هذا احتلال وطلعوه بلحظات؟ تشوف الناس شلون ما التمت من دخلوا داعش تصير هاي الحالة. انت ليش تتدخل؟ انت رجال كبير، رجلك والقبر يا خرف يا فقيه يا سافه. اترك العراق بحاله. انت عندك ثار من انضربت بحرب ايران، ولإيدك لحد الان الناس تعترف بيك. امريكا هي اللي جابتك سمتك ديمقراطية وقالت لك عيش بالعراق كدولة. انت افتح مع الدول كلها. انت مكلب بايران وتارك هذا المحيط العربي كله وتارك الدول العالمية. والله انت محور مقاومة، منو سمح لك انت تكون بهذا المحور؟ غير البرلمان يصوت، عرضوا هذا المشروع على البرلمان، الاكراد والسنة والشيعة يابا تعالوا احنا دا نصوت على انه احنا نكون تابع لايران ومع المشروع الايراني اللي هو محور المقاومة. اذا حصل الشعب كله ايد بذاك الوقت عودينا لك حقته، لكن الشعب ما يريد. الشعب يقول لك ابني علاقات جوار ويا ايران، لكن مو ايران تتحكم بيه، مو ايران تستخدم شبابنا وتستغل المذهب والطائفة في سبيل تأخير ضربتها. ايران تتغير، الحكومة هاي بعد ما تبقى حكومة الملالي راح تتغير، نقطة راس سطر. ما نريد نطول عليكم بعد، زين؟ ولا تختلون بالوزارات ولا تختلون بالملاعب ولا تنضمون تطبون بين الجيش. اطلع كون شجاع يا حكومة يا عراقية، سلمي الأسلحة بيد الجيش وقولي
الفصائل انحلت، الميليشيات لا وجود لها. زين، وإلا القادم ما أقول لك راح يشون على راسكم بصل، لا، أقصد بيها الفصائل والميليشيات. يا مقاومة يا مقاومة، غزة تتباحث، تريد سلام؟ قادة غزة يريدون يفلتون، بس انطونا ضمان انه ما تقتلونا خارج، من نطلع من خارج غزة. لبنان هذا حالة وتعرفوها، نصهم يمكم. منو؟ سوريا تغير النظام مالها، بعد منو عندكم؟ منو يجيكم؟ ها؟ شوف طهران شلون بناء وتطور، والشعب الإيراني هاي المرة إذا طلع والله لا يسحلهم سحل، وتشوفون هسه، وقولوا هذا الشخص تتكلم وتحدث. الحرية للشعب الإيراني، الحرية للأحواز العربية، وهسه تشوفون. وقد أعذر من أنذر. نقطة راس سطر، راح يجيكم شي ما شايفيه بحياتكم. شكرا جزيلا. سلامي للفقيه السفيه علي خامنئي.